السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معكم قناة أفكار ميرو. النهاردة هنعمل فكرة أكل سهلة وبسيطة صحية اقتصادية جدا ببطاطساية واحدة بس. هنعمل أكلة طعمها حلو جدا وكمان شكلها حلو. مكوناتها سهلة وبسيطة ومتواجدة في كل بيت. هتقدري تشكلي فيها في كذا شكل وكذا نوع، بس طعمها في الآخر هيكون لذيذ جدا. بطاطساية واحدة بس هنعمل وجبة عشاء أو غدا كاملة كده ما شاء الله، كمان صحية جدا. جبت حباية من البطاطس المتوسطة كده، هبدأ أقطعها لشرايح بس تكون بالحجم ده، ولا سميكة قوي ولا خفيفة قوي، بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. ده كله ده بطاطساية واحدة ما شاء الله تبارك الرحمن، كله بنفس السمك زي ما انتوا شايفين. وجبت الطاسة بتاعتي وهبدأ أحط فيها معلقة واحدة من الزيت ونص معلقة من السمنة، مش هكتر أكتر من كده. ممكن كمان تستغني عن السمنة وتخلي معلقة الزيت بس زي ما انتوا شايفين، بس السمنة تديها طعم حلو جدا. هنا بقى هنبدأ ننزل بالبطاطسية اللي قطعناها مع بعض بالحجم المتوسط ده. احط البطاطس كده على شكل دايرة كده حوالين داير، وبعد كده املي الفراغات اللي في النص. المهم ان تكون البطاطسات كلها ماسكة ببعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا حبايبي. حطيت الصينية بتاعتي كلها كده مليتها بالبطاطس ما شاء الله، وهنبدأ نعمل باقي الخطوات لغاية لما البطاطس تبدأ تاخد لون معايا. انا معايا كده حباية من الفلفل الاحمر وكمان حبة من الفلفل الحامي. انا هاخد بس حتة بسيطة كده من الفلفل الاحمر وابدأ اقطعها لمكعبات صغيرة، مش هكتر. انا عايزة كده حاجة بسيطة خالص من الفلفل الالوان. ممكن لو عندك فلفل اصفر وفلفل اخضر تحطي، بس انا هحط كده فلفل احمر بس. واحط كمان نص قرن من الفلفل الحامي، مش هكتر عشان مش عاوزاها مشطشطة. هبدأ كده اقطع برضو الفلفل الحامي شرايح صغيرة او القطع صغيرة كده بالشكل ده. وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا. ما ننساش دايما احنا واقفين في مطبخنا نصلي على حضرة النبي ونستغفر دايما عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. دلوقتي يا حبايبي انا عندي قطعة كده من الفراخ مسلوقة، هبدأ اقطعها لقطع صغيرة جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه او لشرايح زي ما انت حابة. يعني دي قطعة فراخ مسلوقة عندي وقلت استخدمها كده بدال ما نركنها في التلاجة وخلاص. انا يا حبايبي ممكن تستبدليها بلانشون، تستبدليها ببسطرمة، بقطعة من السلامي، اي حاجة. او ممكن كمان تستغني عن الخطوة دي خالص وتبدأي تشتغلي بالخطوات اللي جاية. بعد ما كده قطعت الفراخ بتاعتي كويس جدا، معايا 3 بيضات. هبدأ كده احط البيض في طبق كبير وهنبدأ نتبل البيض بتتبيلة بسيطة جدا، مع نص معلقة من الملح وربع معلقة من الشطة وربع معلقة من الفلفل الأسود. وهبدأ أقلبهم كويس جدا لغاية لما البيض يختلط كويس بالتوابل اللي معايا. أنا محطتش أي توابل خالص، عاوزة أحس بطعم البيض الجميل مع الفراخ. الخطوات اللي جاية جميلة ولذيذة جدا، هتعجبكم. هتجربوا الوصفة دي مش هتبطلوها من طعمها اللذيذ المختلف عن أي وصفة جربتوها قبل كده. الفراخ مع البيض جميلة جدا، ريحة كانت فوق الخيال، حاجة كده ميكس كده مع بعضه جميل لذيذ سريع، ما خدتش معانا ولا وقت ولا مجهود. طبعا عارفين البيض بيستوي ازاي في اسرع وقت ممكن، مش هياخد معانا وقت خالص. هنا يا حبيبي بعد ما خلطت البيض كويس جدا، هجيب قطع الفراخ معايا، وبعد كده هنجيب الفلفل اللي احنا قطعناه مع بعض، الفلفل الاحمر والفلفل الحامي. وممكن كمان لو حابه تستخدمي فلفل الوان برضه هيكون لذيذ جدا في الوصفه بتاعتنا. ولو حابه تحطي اي نوع خضار برضه هتكون حلوه جدا. بس البيض والفراخ هنا ما شاء الله ميكس طعمه رهيب جدا وكمان ريحته جميله ما شاء الله. هنا حبايبي خلاص البطاطس بتاعتنا كانت خدت لون كده، هبدأ اقلبها على الناحية التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ما شاء الله، اللون جميل جدا. يعني هنا البطاطس مستوية في اقل من معلقة من الزيت وكمان حبة بسيطة جدا من السمنة، خدت اللون الجميل كده. وبعد كده هنبدأ نضيف عليها المكونات بتاعتنا، البيض والفلفل وكمان الفراخ. هنا بقى هنحط خلاص البيض زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، وكمان الفراخ والفلفل اللي معايا هبدأ اوزعهم كويس جدا في الصينية. يعني احنا كده ولا هنحط في الفرن ولا اي حاجة، هنعمل وجبة عشاء او وجبة غدا كده سهلة سريعة جدا، طعمها حلو جدا. جربوا الوصفة دي مش هتبطلوها من جمالها. اي قطعة فراخ زي ده كده هتعملوا بيها الوصفة الجميلة دي. انا هنا حبايبي عندي ميكس جبن كده عشان تبقى وصفة كاملة بالمرة، هحطه كده على الوش.
هوزع كل كمية الجبن ده، ميكس جبن، جبنة شيدر على جبنة رومي على جبنة موتزاريلا كده. هبدأ كده اوزع كل الجبنة كده على الوش، وهغطيها واسيبها 10 دقايق مش اكتر، كمان اقل من 10 دقايق كده، من 5 ل7 دقايق هتبقى جاهزة ما شاء الله تبارك الرحمن. بس اهم حاجة نهدي عليها البوتاجاز خالص كده زي نار الرز، وهتطلع معانا بالشكل القمر كده. اول ما الاطراف تخلع معانا تعرفي ان الصينية الجميلة بتاعتك دي استوت وجاهزة كده على الاكل، وكمان خدت اللون القمر ده. شايفين حلو ازاي؟ والريحة ما شاء الله تبارك الرحمن، مش هقول لكم على الريحة جميلة ازاي. جربوا الوصفة، مش هتبطلوها من جمالها وطعمها اللذيذ المميز، مختلفة، شكلها حلو وكمان طعمها حلو جدا. وجبة كاملة فيها البطاطس وفيها البيض وكمان الفراخ والفلفل، ما شاء الله. وكل حاجة قيمتها الغذائية عالية وكمان صحية جدا. يعني قطعة زي كده الأطفال بتكون جميلة جدا وصحية وكمان مغذية، مش محتاجة أي حاجة جنبيها خالص غير حبة سلطة حلوين كده، وكمان ممكن تستغني عنهم ما شاء الله. وجبة كاملة متكاملة. شايفين الجمال يا سيدي؟ على الجمال وعلى الريحة، حاجة كده ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني بص، حتة تانية ناقصة تتكلم. شايفين لونها جميل ازاي من تحت؟ تبارك الرحمن، ممتازة فوق الممتازة، جميلة سريعة سهلة بسيطة، مخدتش ولا وقت ولا مجهود. حاجة طعمها مميز وكمان شكلها مميز جدا. جربوا وصفتنا الجميلة دي، مش هتبطلوها. طعمها فوق الممتاز، شكلها جميل، وصفة سهلة سريعة، هتجربوها مش هتبطلوها. يا رب الوصفة بتاعتي النهاردة تكون عجبتكم، والفكرة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسنيش أهم حاجة باللايك والكومنت الحلو، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع معنوياتي. كده أقدر أقول لكم في آخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني. سلام.